السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأوفياء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بصحة جيدة وانتم بتشاهدوا الفيديو ده. حلقة جديدة من مسلسل إقامة جبرية، ملخص الحلقة السادسة. بعد لما الدكتورة عايدة راحت لموسى الفندق وقالت له إنه سلمى مريضة نفسية وبتتعالج عندها في العيادة، موسى اتضايق جدا إنها ما قالتلوش قبل كده، وقال لها طبعا انتي ما قلتيليش وقررتي إنه انتي تحميني بطريقتك. وقال لها على فكرة هي حكي لي كل حاجة، وأنا قلت لها إنها مريضة نفسية وعارفة إنها بتتعالج عندك، وجوزها انتحر وهي ما قتلتوش، يعني مش هي اللي قتل جوزها، والنيابة حققت في الموضوع وطلعتها بريئة، وانتي يا حبيبتي مش هتطلعي أشطر من النيابة. حاجة كمان بقى انتي ما تعرفيهاش، كانت مخطوبة لواحد اسمه كريم ده عمل حادث بعد لما كان بيخونها، والدكتورة عايدة بتقول له اسكت انت مش عارف حاجة، كريم ما خانهاش ولا عمل اي حاجة، هي اللي أدته. موسى بيقول لها ايه ده، انتي ماشية تجمعي عنها معلومات، انتي عمالة تحققي في الموضوع، عاملة فيها ضابط. ماما هو انتي عرفتي مكاني من فين؟ طبعا عملت شير لوكيشن للايفون، طبعا ما انا ما انا عيل صغير تايه في الشوارع وانتي دايرة تلفي عليه. لو سمحتي كفاية، سيبيني اتحمل نتيجة تصرفاتي، ولو شايفة اللي أنا داخل فيه ده قرف، سيبيني أدخل في القرف وأتحمل نتيجة تصرفاتي. لو سمحتي ارجعي بقى مكان ما جيتي، أنا أصلا مش عارف إيه اللي هو جابك. طبعا كل ده وسلمى كانت واقفة ورا الباب بتسمع كل حاجة. سلمى راحت لموسى بتسأله مالك، احكي ايه اللي حصل بينك وبين مامتك؟ هو بيقول لها مش مهم، وبعد كده فاجأها وقال لها سلمى تتجوزيني؟ وهي مش مصدقة وبتقول له بجد يا موسى؟ وهو بيقول لها بجد انا بحبك ومستحيل استغنى عنك. وفي نفس الوقت بيجي قدامها وبتفتكر لما كريم خطيبها الاولاني كان بيقول لها انا بحبك قوي يا سلمى وعمري ما هستغنى عنك، وبعدها شافت جوزها وهو بيقول لها أنا بحبك قوي يا سلمى وعمري ما هستغنى عنك، وبعدها شافت موسى وهو بيقول لها أنا بحبك قوي يا سلمى وعمري ما هستغنى عنك، وهي بتقول له بس ده وعد كبير قوي يا موسى انت قده. موسى بيقول لها سلمى أنا عمري في حياتي ما كنت حاسس كل حاجة دي، عمري ما كنت حاسس إن كل حاجة حلوة زي ما انتي موجودة فيها. سلمى أنا بحبك وعلشان كده بوعدك إن أنا عمري ما هسيبك. وسلمى بتقول له أنا اللي بوعدك إنه أنا عمري ما هسيبك. الدكتورة راحت لعز بعد لما قال لها إنه في معلومات جديدة، وقال لها إنه أم سيف اللي كان متجوز سلمى بتشك إن سلمى هي اللي قتلت ابنها. قالت له دي معلومة قديمة عز وأنا عارفاها، عندك حاجة جديدة؟ قال لها انتي تعرفي إن أمها قتلت أبوها. الدكتورة عايدة بتسأل عز وأمها فين دلوقتي؟ قال لها انتحرت بعد لما قتلت أبوها. والدكتور عايدة بتقول له ايه العيلة المجانين دي، أنا خايفة على الواد قوي ومش عايزة يسمع لي ومش عارف أعمل معاه ايه. وعز بيقول لها الطريقة اللي انتي بتتعاملي بيها مع موسى دي ما تنفعش أبدا، سيبيني أنا هتعامل معاه. وبعد لما مشيت واحد من رجالته بيقول له انت ليه ما قلت لهاش الحقيقة؟ قال له لما ابقى اعرف كل حاجة وافكر واشوف اعمل ايه، بعد كده بقى افكر واقول لها ولا لا. احداث ضرب نار، موسى عامل اجواء رومانسية لسلمى وعامل دايرة بالشمع وجايب لها ورد وبيقول لها انه بيحبها، وهي بتقول له وانا كمان بحبك اكتر بكتير مما انت بتتخيل، وعايزاك تفضل جنبي وما تسيبنيش. وهو بيقول لها وانا بحبك ومستحيل اقدر استغنى عنك. وطلع خاتم من علبة كان حط فيها الورد وقال لها ما تتجوزيني بقى وتكسبي فيا تواب، وهي مش مصدقة وقالت له موافقة، ولبسها الخاتم. وبعد لما لبسها الخاتم جت واحدة ودخلت سلمت على موسى وبسته حضنته وقالت له موسى فينك من زمان، انت غيرت رقمك، ما بقيتيش تسأل ولا اعرف عنك حاجة. قال لها فعلا انا حقيقي غيرت رقمي من فترة.
ويقول لها بالمناسبة دي عايز أعرفك على سلمى، ولسه ما كملش كلامه راحت سلمى خبطاه بالقلم على وشها ومشيت بعدها بسرعة. موسى بيرجع البيت وبيفضل يدور على أمه في كل الأوض وما بيلاقيهاش، وبيلاقيها نايمة في الصالة وبيسألها انتي نايمة هنا ليه؟ بتقوله حسيت نفسي خايفة أنام في الأوضة لوحدي فطلعت أنام هنا. هو بيقول لها هو انت لسه بتخافي برضو؟ قالت له طول ما انت مش موجود في البيت وانا خايفة. هو بيقول لها ما انا بكرة هتجوز وهيكون لي بيتي لوحدي. وهي بتقول له يعني لما تتجوز هترميني مش هتيجي تسأل عليا؟ هو بيقول لها ازاي بقى، انا ما اقدرش ابعد عنك كده. موسى بيقول لها أنا آسف حقك عليا، أنا بس كل اللي طالبه شوية مساحة. وهي بتقول له حاضر يا موسى، أوعدك إن أنا مش هكلمك في أي حاجة تضايقك أو تزعلك بعد كده. نهاية الحلقة بطريقة جامدة جدا جدا. وأخيرا عرفنا سلمى بتروح السجن ليه بعد لما كانت في زيارة لأمها في السجن. واللي أول ما بتشوف أمها بتقول لها وحشتيني أوي يا ماما، وأمها بتقول لها وانتي كمان يا حبيبتي. سلمى بتقول لها طمنيني عليك، انتي كويسة؟ شكلك تعبان، انتي بتاخدي دواكي ولا لا؟ أمها بتقول لها مش مهم أنا، انتي عاملة ايه؟ ويا سلمى بتقول لها أنا مش كويسة وحاسة إنه أنا لوحدي يا ماما، ومحتاجالك ومليش في الدنيا غيرك، أنا تعبانة قوي يا ماما. أمها بتقول لها مش من مصلحتك إني أي حد يعرف إني أنا لسه عايشة. مين هيقرب من واحدة أمها مسجونة؟ عيشي حياتك واجمدي كده، انتي لسه يا ماما هتشوفي من الدنيا. وبعد كده بتحصل مفاجأة كبيرة جدا لما السجانة بتدخل عليهم وبتقول